وصفتنا من الوصفات الشهيرة والوصفات السهلة والجميلة جدا، وطبق مشرف قدام ضيوفنا او طبق لوحده تاكليه. وزي ما انا عملته قبل كده، أنا عملته طبق لوحده منفرد معاه شويه مخلل وزي الفل واليوم عدى. ايه بقى؟ رز بالخلطه مع كبده الفراخ. وينفع اي حاجه تانية يا جماعه غير كبده الفراخ؟ ينفع طبعا، ولكن هي مشهوره بكبده الفراخ. وشويه لوز على الوش كده، يعني دلعنا الدنيا على الاخر. يلا نبدا كده بينا على بركه الله. معلقه عسل اسود، معلقه من السكر، وعندي التوابل بتاعتي: عود قرفة، زهرة اليانسون، 2 لومي، ورق لورا، حبهان حبايتين، 3 قرنفل أو المسمار، وملح وفلفل أسود. وعندي رز بسمتي، ده كان نص كيلو، أنا غسله ونقعه في مية زي ما انتم شايفين بالمنظر ده. وعندي لوز مقشر، قشرته ازاي؟ جبته نقعته في مية دافية، شرب المية وبقى بإيديا كده قشرته زي الفول السوداني. سهل جدا جدا جدا. يلا بقى نبتدي الوصفة. الحله درجه حرارتها ترتفع، ننزل بالسكر. السكر نخلي بالنا ما نقلبهوش ولا نيجي جنبه خالص، هو هياخد اللون البني بتاعه اول ما يبتدي كله يدوب. هبتدي بالحله كده هز هزه والتانيه، خلاص خد اللون البني، اقوم نازل على طول بالمرقه بتاعتي. اي مرقه عندك، فراخ، شوربه. طب انا ما عنديش مرقه، هيبقى ميه وعليها مكعب الماجي. تمام، حلو جدا. هنقلب بقى الشوربه مع السكر المكرمل، وقوم نازلين بمعلقه العسل الاسود. هنا الشوربه خدت اللون البني اللي انتوا شايفينه ده، مع التوابل اللي انا حطيتها ديت. وانا بختلف هنا شويه بقى، هسيبها تاخد غلوه لحد ما التوابل والحبهان والقرنفل ينزل كل حاجه في جوه الشوربه. وربع معلقه من السبع بهارات. غليت الميه بتاع ربع ساعه كده او 10 دقائق، هقوم نازل بالرز بتاعي. خلي بالنا يا جماعه بقى، ده رز بسمتي، تمام؟ يعني بيشرب ميه، فانا هخلي الميه بمقدار عقله صباع ويزيد شويه. واوعوا تكونوا مفكرين ان الوصفه دي مسكره، لا، بس هحط معلقه سمنه بس في الاخر كده. وهبتدي اول ما تغلي والرز يتشرب هوطي عليها. اوعى تفكروا ان هي مسكره، هي مش مسكره ابدا، ده انا السكر اتعادل من الملح اللي انا حطيته والمرقه اللي انا حطيتها. هنبتدي بقى نسوي الكبده بتاعتنا. معلقه سمنه حلوه كده، كبده فراخ متقطعه قطع صغيره. ينفع كبده بلدي، ينفع صدور فراخ، اي حاجه تنفع، بس هي مشهوره بكبده الفراخ. وانا بقى هحمر كبده الفراخ بطريقه اللي انت ممكن تعملي كبده الفراخ لوحدها تاكليها. نزلت عليهم بقرنين شطه كده حسب الرغبه طبعا، لو مش عايزين بلاش منها، مع السمنه، واقلبها تقليبه والتانيه. والسر بقى هنا في طعمها ايه؟ توم مفروم عليه ملح وفلفل اسود. وابتدي اقلب، ريحه تطلع جميله جدا جدا جدا. وانا بقلب كده هحط تابلين تاني: رشه من الكمون ورشه من الكزبره الناشفه. وابتدي بقى اوطي النار عليها واسيبها تستوي وتاخد من التوم مع نفسها كده لحد ما اعمل ايه؟ محمر اللوز بتاعي في معلقه من السمنه على نار هاديه. ونخلي بالنا عشان ما يمررش مننا. زي ما قلت لكم، اللوز ده انا قشرته ازاي؟ حطيته في ميه دافيه، الميه الدافيه ديت خلت القشر فصل عن اللوز، قشرته بايديا وكان سهل جدا. كده الوصفه بتاعتي خلصت. يلا بقى نجمع الطبق بتاعنا الجميل. شايفين حطينا في سرفيس، طلعنا عند القرفه وحبيتين اللومي ونزلنا بالرز. وهنحط كبده الفراخ بتاعتنا. زي ما قلت لكم، هو الطبق يتاكل لوحده او يتحط في وسط يعني ايه، عزومه ولا حاجه. شكله جميل وشهي ومشرف جدا. وصفه سهله وبسيطه، واي حد يقدر يعملها حتى لو بيبتدي في الطبخ.